أصحابي صباح الخير عليكم، حلقة جديدة من حلقات شقاوتنا شقاوة شطار. يوم جديد، مغامرة جديدة، أصحاب جمال جدا. النهاردة نتعلم من أصحابنا إزاي يكون عندنا نشاط وحيوية، ونبدأ يومنا بنشاطات كتير جدا تفرق معانا طول اليوم. خلينا نبتدي دلوقتي على طول مع أصحابنا وفقراتنا وفقرة الرياضة، وإزاي نكون أقوياء وعندنا نشاط كبير جدا. اصحابي خلينا نبتدي يومنا النهارده بفقره الرياضه، نشوف اصحابنا ازاي صحيوا من النوم عندهم نشاط وحيويه، وقرروا ان هم يبتدوا يومهم بالرياضه الجميله جدا اللي هتديهم قوه وتخليهم يكملوا اليوم بكل نشاط وحيويه. يكون معانا اصحاب كتير جدا ونشوف لقاءات. تعالوا بينا نبتدي مع بعض على طول فقره الرياضه. شفتوا ازاي لما بنصحى الصبح يبقى عندنا نشاط وحيويه بنقدر ان احنا نعمل نشاطات كتير جدا ونلعب مع بعض. تعالوا نشوف اصحابنا دلوقتي بيعملوا ايه. مين اللي هيلعب معانا؟ مين اللي هيبتدي؟ انت اسمك ايه؟ آدم. ادم، عندك كام سنه؟ فور. انت بتعمل حركه اسمها ايه؟ understand. لا، برافو عليك. مين اللي علمك الحركه دي؟ كابتن أيوب. كابتن ايوب. وانت اسمك ايه؟ انت اسمك ايه؟ مليك. طب يلا يا مليك، ورينا تعمل الحركه دي ازاي. عايزاك شاطر. برافو عليك، انت شاطر اهو، بتعملها صح. مين اللي علمها لك يا مليك؟ مين اللي علمك؟ كابتن أيوب. كابتن ايوب علمنا كلنا. تعالى اسمك ايه؟ قول لاصحابنا اسمك ايه. اسمي يزن. وانت اسمك ايه؟ عمار. تعالوا كلموا اصحابنا اللي هنا. انتوا كنتوا بتعملوا حركه اسمها ايه؟ هاند ستاند. لما بنقوم الصبح بنفطر، بناكل الفطار بتاعنا كله. بناكل ايه بقى الصبح؟ ساندوتش ايه؟ شوكليت. وانت بتاكل ايه؟ ساندوتش ايج. الايج دي بتخلينا نبقى اقوياء وعندنا عضلات كبيره. وريني عضلاتكم، فين عضلاتكم؟ وري اصحابنا. الله، اصحابي عندهم عضلات كبيره قوي عشان بيصحوا الصبح ياكلوا الساندوتش بتاعهم. وانت يا مليك بتاكل الساندوتش بتاعك؟ الساندوتش بتاعك ايه؟ بتاكل ايه؟ هو بياكل رز وبيضة وفرخة. برافو عليك. هو بياكل هو بياكل كمان. هو كمان بياكل ساندوتش ايج كمان. طب ورينا يا مليك، ورينا عضلاتك فين. وري اصحابنا عضلاتك. الله، برافو. انا اصحابي كلهم عندهم عضلات قويه جدا. تعالى اسمك ايه؟ ياسر. فين عضلاتك يا ياسر؟ وريني كده. عضلاتك قويه. بتاكل ايه الصبح يا ياسر؟ بتاكل ساندوتش ايه؟ ساندوتش بيضة برضه. ياكل ساندوتش بيضة؟ انت بتاكل معاه؟ ادم بتاكل معاه؟ لا، انا باكل في الطبق بتاعتي. انت بتاكل في الطبق بتاعك وبتبقى عارف هو بياكل ايه كمان؟ وانتي اسمك ايه؟ تعالي. اسمك ايه؟ بيلا. وريني كده يا بيلا ايديكي، وريني عضلاتك القوية. الله، برافو. تعرفي تعملي هاند ستاند؟ لا، مش بتعرفي تعمليها؟ طب بتعرفي تعملي ايه؟ قولي لاصحابنا عايزين انا نتعلم منك. بعرف بعمل حاجات كتيرة. تعرفي تعملي قبة؟ ايوه، بعرف اعمل حاجات كتيرة اوي. طب ورينا القبة كده، ورينا لو عملتيها تعمليها ازاي. وري اصحابنا. يلا ورينا. برافو.
الله، انا اصحابي شاطرين جدا 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 وبيعملوا تمارين كتير، لان هم بيقوموا الصبح ياكلوا الساندوتش بتاعهم، عندهم طاقه وبيعملوا حاجات كتير قوي. أنا مين بعرف تاني من أعملها. اصحابنا تعرف تعمل قبه؟ ورينا. برافو يا ادم، برافو. انتوا كمان بتعرفوا تعملوها؟ وري اصحابنا احنا بنعملها ازاي. احنا شاطرين جدا، كلنا بنعرف نعمل الحاجات الحلوه دي، وانت كمان يا ياسر بتعرف تعملها. ورينا كده بتعملها ازاي. ورينا يا مليك، ورينا. باكل ساندوتش بيض. انت بتاكل ساندوتش بيض؟ اه. وبتاكل ايه تاني؟ مالك بيعرف. مالك بيعرف. مالك بيعرف. ايوه احنا شفنا مالك. انا باكل ساندوتش. ايه؟ ساندوتش. ايه؟ ساندوتش بيض. ساندوتش بيض، برافو. انا اصحابي اللي معايا شاطرين جدا جدا جدا، وكلهم بيصحوا الصبح ياكلوا الفطار بتاعهم ويعملوا انشطه كتير ويلعبوا رياضه، عشان كده صحتهم قويه جدا، وكمان عندهم عضلات كبيره جدا وقويه، عشان كده عندهم طاقه كبيره. عايزاكم اصحابي تتعلموا منهم. اصحابي لازم نشرب اللبن بتاعنا الصبح، لازم كمان نفطر الفطار اللي ماما بتعمله لنا ونخلصه كله، عشان يبقى عندنا نشاط وحيويه ونقدر ان احنا نلعب كل الرياضات اللي احنا بنحبها، جسمنا يبقى عنده نشاط كبير جدا بسبب الاكل اللي احنا اكلناه. ده هيدينا طاقه ويدينا حيويه ونكمل بقيه اليوم ونعمل حاجات كتير جدا مع الرياضه كمان. خلصنا مع بعض فقرة الرياضة، شفنا أصحاب كتير جدا النهاردة بيلعبوا رياضة، عندهم نشاط كبير جدا، هنتعلم منهم إن احنا نعمل زيهم بعد كده على طول. خلونا دلوقتي نروح لفقرة تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطار. اصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقره الكوكينج. في الكوكينج النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل ساندويتش في الفطار بتاعنا، ازاي نعمله بايدينا وكمان نعمله ديكوريشن جميل، وندخل معاه بقى الخضار المفيد جدا لجسمنا. النهارده هنعمل توست الجبنه، لكن هنحط فيها الطماطم والزيتون والخس الكابوتشا عشان نعمل شكل جميل جدا وديكوريشن ليدي بيرد. كلنا بنحب الليدي بيرد وكلنا بنحب نعمل اشكال جميله جدا الصبح. النهارده هنتعلم مع بعض نعملها، لكن خلونا الاول قبل ما نعمل الساندوتش بتاعنا نشوف اصحابنا اللي معانا اساميهم ايه. اسمك ايه؟ كارن. انت اسمك ايه؟ هم. انا معايا كارن وعمر، كل واحد فيهم هيعمل التوست بتاعه اللي بالجبنه، وهنعمل كمان لكل واحد ليدي بيرد، ونشوف بعد كده شكل التوست بتاعنا وشكل الفطار بتاعنا الصبح هيبقى عامل ازاي. اصحابي زي ما انتم شايفين كارين وعمر عملوا الساندوتش بتاعهم جميل جدا، استخدمنا فيه جبنه، طماطم، زيتون، وخس الكابوتشا. عملنا ايه؟ حطينا الجبنه اول حاجه على التوست بتاعنا. الجبنه اللي احنا حطيناها اي نوع جبنه انتوا بتحبوها، في اصحابي بيحبوا الجبنه الخفيفه اللايت، وفي اصحابي تانيين بيحبوا الجبنه المثلثات، وناس تانية بتحب الجبنه اللي طعمها ما فيهاش ملح كتير.
تمام. احنا نجيب اي نوع جبنه احنا متعودين نفطر بيه الصبح ونحطه على التوست، وبعدها كده هنجيب قطعه خس من الكابوتشي ونحطها، وبعدين هنحتاج واحده زيتونه عشان نعمل بيها الراس بتاعه الليدي بيرد، وبعدين هنحتاج سلايزين من الطماطم عشان نعمل بيهم الجناحات زي ما انتم شايفين كده. بقى عندنا شكل الليدي بيرد بتاعنا، ادي الراس بتاعتها والجناحات، ونفس الكلام عند عمر. ايه رايك يا كارين؟ الساندوتش بتاعنا حلو؟ قولي يا عمر، انت بتفطر الفطار بتاعك كله الصبح؟ برافو عليك، انا اصحابي شاطرين جدا ساعدوني وكمان بيفطروا الفطار بتاعهم كل الصبح، لان الفطار ده بيخلي جسمنا قوي جدا، لينا نشاط وحيويه ويخلينا نعمل حاجات كتير جدا، واهمها ان احنا لازم نلعب رياضه عشان يبقى عندنا نشاط وجسمنا يبقى قوي ونكبر كمان اسرع واسرع. خلصنا مع بعض دلوقتي فقره الكوكينج مع الفطار اللي عملناه ساندوتش الجبنه، وازاي اتعلمنا ان احنا نعمله بمنتهى السهوله. دلوقتي نروح لفقره تانية من فقرات شقاوتنا، شقاوة شطار. اصحابي وصلنا مع بعض دلوقتي لفقره الهاند كرافت. في الهاند كرافت النهارده هنعمل الشكل الجميل ده، شكل البومه. كتير من اصحابي بيحبوا يعملوا اشكال للحيوانات او للطيور، واحنا النهارده هنساعدكم ان احنا نعمل بومه شكلها جميل قوي، وكل الحاجات اللي هنستخدمها سهله وبسيطه. اقول لكم هنستخدم ايه. خلونا الاول نتعرف على اصحابنا اللي معانا. اسمك ايه؟ ماري. وانتي اسمك ايه؟ لارا. لارا، انتي بتحبي الشكل ده؟ بتحبي البومه؟ اسمها ايه؟ أول. برافو. وانتي يا مريم عارفه دي ايه؟ أول. عندك واحده في البيت؟ لا ما عنديش. ما عندكيش؟ تعملي واحده دلوقتي. اسمها ايه قلنا؟ أول. اول. برافو. احنا هنعمل شكل الاول معانا البومه عن طريق ايه؟ هنجيب ورق مقوى، هنقص الورق المقوى زي ما احنا شايفين كده قطعه مستطيله زي ما احنا شايفين، وبعدين هنجيب الوان كتير بقى من الورق المقوى ونعمل مستطيلات رفيعه جدا بالوان مختلفه، لون احمر، لون اصفر، لون بينك. هنعمل مستطيل زي ما احنا شايفين عشان نعمل الشرشره اللي موجوده دي بتاعت العود. كمان هنستخدم الورق المقوى اللي لونه اسود، هنعمل دايرتين بس مش بعيد عن بعض، الدايرتين ماسكين في بعض من النص. هنبدا ان احنا نرسمهم على اللون الاسود الاول بالقلم الرصاص، وبعد كده نبدا ان احنا نقصهم ونتنيهم من النص كده عشان دي هتكون العين. ايوه عشان نوريها فعلا للميس بتاعتنا. كمان هنعمل اللي عملناه في الاسود هنعمله كمان في الورق المقوى اللي باللون الابيض، بس عليها اوكي عليها برينجون. ماشي يا مريم. كمان هنستخدم ورق مقوى بلون اخضر، هنعمل بيه كده زي ما احنا شايفين دايرة، بس دايرة مش مدورة، ليها شكل بيضاوي كده شوية زي ما احنا شايفين، والناحية التانية منها هتكون مقصوصة مش مكملة. وهنجيب قطعة فوم صغيرة جدا نعمل بيها مثلث يكون لون مختلف، والعينين دي هنجيبها من المكتبة. احنا بنعمل حاجات كتير هاند كرافت بايدينا، او لو مش عندنا هنجيبها من المكتبة. هنستخدم كمان المقص، نجيب مقص بلاستيك هنستخدمه، وهنستخدم كمان الدباسة اللي هندبس بيها الاوراق بتاعتنا. هنبدأ ان احنا هناخد دي القطعة الكبيرة من الورق المقوى، ونبدأ ان احنا ندورها كده لحد ما نعمل شكل الاسطواني دوت، ونبدأ ان احنا ندبسها من فوق ومن تحت من ورا كده عشان نمسكهم في بعض. عشان نمسكهم في بعض لازم ندبسهم كده عشان تبقى شكلها اسطوانية زي ما احنا شايفين دي كده. اوكي يا اصحابي. وبعدين هنبدأ ان احنا ناخد دي نلف كده، نلفها عليها، نعرف هي هتحتاج مننا قد ايه، بس مش هنلزقها دلوقتي ولا هنعملها بالدباسة. هنعمل ايه؟ هنجيب بقى المقص البلاستيك عشان ما يعورناش، ونبدأ ان احنا نعمل بقى شرشرة كده في الاخر منها، شرشرة عشان نعمل الشكل بتاع الاول اللي احنا قلنا عليه. تعالوا نبتدي مع بعض ونشوف مريم ولارا هيعملوا الاول بتاعتهم وتبقى في الاخر شكلها عامل ازاي.
اصحابي زي ما انتم شايفين معانا عملنا شكل البومه، شكلها حلو قوي، عملنا لها الوان كتير جدا هتليق مع الديكوريشن بتاع اوضتنا، عملنا العينين كمان بتاعتها وكمان المناخير والبق، شكلها حلو جدا. نقدر ان احنا نعملها بمنتهى السهوله لان احنا كل الحاجات اللي استخدمناها عباره عن ورق مقوى وحته فوم صغيره خالص عشان نعمل بيها المناخير، وكمان عندنا العينين اللي هنجيبها من المكتبه. كل اللي استخدمناه ان احنا استخدمنا الدباسه وكمان استخدمنا الجلو، وبدانا ان احنا ندبس ونقص بالمقص البلاستيك عشان نعمل الشرشره اللي موجوده في الورق المقوى ده. اخترنا الوان كتير جدا وزي ما احنا شايفين عملنا واحده لمريم، وريها مريم كده اصحابنا عملنا ايه، وعملنا بتاعه لارا، كانت شكلها حلو جدا وبسيطه وسهله، عايزاكم كلكم يا اصحابي تجربوها. ايه رايك يا مريم، عجبتك؟ سهله تعمليها؟ طيب هتحطيها فين لما تروحي؟ في بيتي. في بيتك. هتوريها لمين بقى اول ما تروحي على طول؟ مامي. مامي بس؟ وبابي مش هتوريها له؟ انا اوريها لبابايا ومامتي وكل الناس. كل الناس؟ وميس آية هتشوفها؟ طيب اوكي. وانتي يا لورا عجبتك؟ سهلة؟ هتديها لمين؟ لماما. لمامي؟ هتقولي لها ان انتي عملتيها النهارده وعملتي حاجات كتير قوي توريها لها؟ اوكي. انا اصحابي مريم ولارا شاطرين جدا وعرفوا ان هم لما يروحوا البيت هيدوها هديه لماما، وروها قد ايه هم عملوا حاجه شكلها جميل. وانتوا كمان يا اصحابي جربوا بايديكم تعملوا هاند كرافت، هتتبسطوا جدا ان انتوا اللي عملتوا الحاجه دي وطلعتوها بشكل جميل جدا. ممكن نعمل شكل البومه وممكن كمان نعمل اشكال كتير جدا. اوكي اصحابي كده خلصنا مع بعض فقره الهاند كرافت مع لارا ومع مريم. اصحابي كده خلصت كل الفقرات اللي كانت معانا النهارده، كان معانا فقرات جميله واصحاب كلهم جمال واتعلمنا منهم ازاي يكون جسمنا نشيط وقوي ونعرف نبني جسمنا صح ونلعب كمان الرياضه الجميله اللي بتخلي عندنا طاقه طول اليوم. خلصنا كل فقراتنا النهارده لكن كل يوم بيكون معانا فقرات جديده، تابعونا كل يوم وشقاوه جديده وشقاوتنا شقاوه شطار.